الفلوس راحت فين؟ ده أكتر سؤال إحنا بنسأله لنفسنا بمجرد ما المرتب يخلص بعد أول أسبوع في الشهر. الإجابة اللي إحنا كلنا معتقدين إن هي الأصح تكون إننا نشوف صرفنا فلوسنا على إيه، بس الحقيقة إن أنت المفروض تكون بتسأل نفسك أنا صرفت فلوسي ليه؟ وليه دي بقى ليها قصة طويلة وأسباب كتيرة، بس اللي أنا هتكلم عنه المرة دي هو اللقطة أو الفرصة اللي متتعوضش أو العرض اللي خارب الدنيا. وطبعا بما إنه عرض أو فرصة ما تتعوضش أنت بتجري عليها لأن أنت فاكر إن هي الحاجة الأفضل اللي أنت تصرف عليها فلوسك. المشكلة بقى واللي الناس مش واخدة بالها منه إن العرض أو الفرصة دولت ممكن يكونوا حاجة من اتنين، يا إما عرض أو فرصة ليك أنت أو عرض أو فرصة للتاجر أو المقدم الخدمة انه يخليك متعلق بيه علشان تصين او تفضل تروح له لنفس الشيء اللي جودته اقل علشان هو جاب لك السعر اللي ما يتعوضش. خليني اضرب لك مثل عشان الصوره توضح اكتر. لو اشتريت جزمه مثلا من محل مكتوب عليه عرض ما يتعوضش، جزمه ب 200 جنيه، اول حاجه تفكر فيها اقل جوده ممكن تاخدها كويسه في جزمه ممكن تكون ب 500 جنيه مثلا. لو دفعت الخدمه زي تركيب الكاميرات مثلا في محل جديد او في بيتك مثلا، الخدمه دي المفروض ان هي تكون 4000 5000، بس لقيت عرض بيقول لك ركب سيستم كامل ب 3500 جنيه. منظر من بره مثير للشغف وللفضول، وده لان احنا بالفعل عارفين ان نفس المنتج ونفس الشيء اللي هو معروض ده بيتعرض ب 4000 و 5000 وما الى ذلك. فايه الفرق ده جه ازاي اصلا؟ وامتى وازاي تعرف ان الاغلى هيكون احسن ليك، خصوصا لما بتيجي تسال انا صرفت فلوسي ليه؟ بعد 3 شهور زيارتك لنفس المحل اللي باع لك الجزمه ب 200 جنيه هتبتدي تكتر علشان يا اما تشتري جزمه تانية جودتها قليله او علشان تصلح الجزمه اللي انت بالفعل اشتريتها ب 200 جنيه. بعد 3 شهور هتبتدي تتصل على الشخص اللي عمل لك نظام الكاميرات دوت ب 3500 علشان الباور سبلاي باظ وطير معاه كاميرا معينه مثلا، او الهارد بطل ان هو يسجل. ايه الفرق بين الاتنين وازاي فعلا في الموقف دوت لما بتيجي تدفع فلوس اكتر انت بالفعل بتوفر فلوس اكتر، خصوصا لما تيجي تسال نفسك انا صرفت فلوسي في ايه او ليه؟ الجزمه اللي وفرت فيها في الاول اللي افتكرتها عرض ما يتفوتش هتبتدي تلاحظ مثلا ان الخياطه ما كانش معموله كويس، الجلد صناعي كان بجوده سيئه، الكعب كان بلاستيك. بعد 3 شهور هتروح لنفس الشخص اللي باع لك الجزمه يا اما علشان تشتري جزمه جديده او علشان تصلح الجزمه اللي انت اشتريتها من عنده اصلا. بعد 3 شهور مثلا من انظمه الكاميرات اللي انت ركبتها ب 3500 جنيه وكان عرض ما يتفوتش وقتها، الهارد بطل يسجل، الباور سبلاي طار وخد معاه كاميرا، ده علشان ما كانش محسوب RJ59 ولا RJ47 اللي هيكون مناسب اكتر لاحتياجك في المكان اللي انت قررت تركب فيه الكاميرات ديت، وبالتالي هتضطر ترجع لصاحبنا عشان يجي يصين لك الحاجات دي. في الحالتين اذا كانت منتج او خدمه البائع مش بس باع لك مره واحده، هو كمان ضمن انك هترجع له اذا كانت في صيانه او لتجديد المنتج نفسه. ليه بقى تسال انا صرفت ليه؟ هتفرق في الحته دي، لان الجزمه مثلا ام 500 جنيه النعل بتاعها رابر، الخياطه معموله بطريقه معينه وبجوده معينه، نظام الكاميرات اللي انت ركبته ده بيكون مدروس صح، السلك المعين متغطي بطريقه معينه، الامان اللي عليه، باور سبلاي محسوب مقاومه السلك ازاي هتأثر عليه، الهارد ديسك لازم يكون جديد علشان اللايف سيركل بتاعته تبقى كاملة معاك 3 و4 سنين كمان واحيانا 5 سنين لو الهارد يكون كويس او SSD او ايا يكن الجودة اللي انت بتدور عليها. فمش دايما انت بتختار تشتري الشيء الارخص مقابل الجودة، ومش لازم تكون خبير في كل المجالات في اي حاجة انت بتقرر تشتريها اذا كانت منتج او خدمة، لكن ضروري تعرف اذا كانت الفرصة دي ليك ولا للتاجر او للبائع. لازم يكون عندك القدرة انك تسأل في الفنيات وتلاقي اجابة مقنعة ومنطقية علشان تقدر انك تاخد القرار بناء عليها. لازم كمان تكون عارف انت بتتعامل مع مين، اذا كان اسم او شركة ولا مجرد فرد عادي. ما بنقولش ان الفرد العادي مش هيقدم اعلى جودة، هو ممكن يقدم اعلى جودة، بس الخبرة بتفرق، الثقة ما بينك وبين الشركة والكيان اللي انت بتتعامل معاه ده بيفرق. وده انا شفته بالفعل مع الناس اللي احنا اشتغلنا معاها، بيقولوا انا اشتغلت مع شخص فلاني والفلان ده بطل يشتغل، ده علشان هو كان فرد، مش معناها ان هو قدم جودة وحشة، بس مش هتعرف ترجع له تاني بمجرد ما الخدمة او المنتج يتباع لك. فكر ازاي توفر على المدى البعيد وتشتري حاجة مقابل السعر اللي انت بتقدمها، ده دايما هيفيدك لما تيجي تسأل انا صرفت ليه او في ايه. ولو محتاج خدمة تخص الكاميرات او اي حاجة تخص التيار الخفيف، شركة سيف اند ساوند موجودة للرد على اسئلتكم. وخليك شاطر وتابعني عشان توصلك فيديوهات اكتر تخليك تعرف تتعامل مع فلوسك بشكل